بسبب مرض غريب خد مننا أنجح ملحن في السينما المصرية. أنا حبيبة مصطفى، وهقول لكم النهاردة سر جديد من أسرار أبيض وأسود. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن مغني وملحن وسينمائي مصري، وهو محمد فوزي. هنتكلم عن أسرار في حياته محدش يعرف عنها حاجة. يلا بينا. محمد فوزي اتولد في أغسطس 1918 في محافظة الغربية، وكان واحد من 25 أخ وأخت. بدايته كانت متواضعة جدا، اتعلم أساسيات الموسيقى من راجل اسمه محمد الخربوتلي. أول ما حاول يدخل الإذاعة المصرية عدى الاختبار كملحن، لكنه فشل كمطرب، ورغم كده كان عنده شغف كبير جدا إنه يشتغل في عالم الغنى. بعد ما فشل في محاولاته الأولى اشتغل في كازينو بديعة مصابني علشان المرتب كان كويس هناك، وكون هناك صداقات مهمة جدا زي محمد عبد المطلب ومحمود الشريف. في فترة من الفترات دي اتعرض لاكتئاب بعد محاولاته في التمثيل والغنى، لحد ما فاتن حمامة ويوسف وهبي ادوه فرصة في السينما، وكان أول فيلم ليه هو سيف الجلاد سنة 1944. محمد فوزي كان سابق عصره، أسس شركة مصر فون، وهي تعتبر أول شركة إنتاج اسطوانات في مصر اللي ساهمت في نشر الأغاني العربية. ورغم إنها نجحت لفترة، إلا إن الحكومة أممت الشركة في 1961، وده كان من أكبر الصدمات في حياته، وللأسف دخل في اكتئاب شديد. المرض الغريب اللي عانى منه محمد فوزي وفضل لغز كبير لحد دلوقتي. رغم سفره كتير للعلاج في أوروبا وأمريكا، الدكاترة ما قدروش يحددوا سببه. محمد فوزي اتوفى عن عمر 48 سنة في أكتوبر 1966 بعد صراع طويل جدا مع المرض. ورغم حياته القصيرة إلا إنه ساب تراث موسيقي كبير، وكمل إرثه من خلال أغانيه اللي ما زالت بتمثل جزء مهم من وجدان المصريين. وفي النهاية فوزي كان ليه تاريخ طويل من الأغاني زي ماله القمر ماله، حبيبي وعنيا، وشحات الغرام. وكمان كتب أغاني وطنية ودينية وأغاني أطفال زي ماما زمانها جاية وذهب الليل، اللي لحد دلوقتي لسه محفورة في ذاكرتنا. الغريب كمان إنه كتب النشيد الوطني للجزائر، اللي بيعتبر واحد من أهم الأناشيد في العالم العربي. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وتكتبوا لنا في الكومنتس عايزين نتكلم عن مين الحلقة الجاية.